جيش ابو القاسم يوم ما فديت قد اشتاقيت بعد غياب سنين عذاب. شوفوا لي هالشكل، شوفوا لي هالشعر، شوفوا لي هالستايل. يمكن هذا الفيديو راح يشوفونه 1000 أو 2000. ليش حمودي كل فترة توعدنا انك تستمر وما توفي بوعدك؟ ليش قربت توصل 2 مليون ومشاهداتك عم تنزل وانت ما عم تتفاعل؟ القصة ما بيها، اني هاي المرة السابعة اسكن ببيت جديد. كل ما اسكن ببيت واستقر ارتب وضعي ارتاح نفسيا، صاحب البيت يقول لي بدك تطلع من البيت، فانجبر اني اطلع من البيت. حاليا راح اسوي لكم فلوق بسيط خارج او على البلكون تبع البيت اللي تشوفون المنظر اللي انا اطلع عليه، وان شاء الله يا رب انه هذا البيت راح استقر به على طول. تمام ان شاء الله. اذا ربنا يعني ما صار شيء يعني اوكي، يعني مش بيدنا يعني، فكله بيد رب العالمين. احبكم، حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه. 1000 2000 راح يشوفون هذا الفيديو، شاركوه لاصدقائكم. حمود ابو القاسم راح يرجع من اول وجديد. يعني لسه شوفوا، يعني لسه البيت مكركب شوي، ماني مرتبه مزبوط. يعني شوف الكنبيات، يعني لسه البرادة شايفين هنيك يعني لسه بعد في ترتيبات كثير. حاليا تعالوا انا وياكم نشوف. يعني انتم راح تسالوني ابو القاسم حاول انك تستمر، بس ان شاء الله بهذا البيت يعني فيه استمراريه. انسوا الشكل، انسوا البيت وراي. تعال فرجيكم المنظر اللي انا اطل عليه. شوفوا هنيك الجبل هنيك، شايفين؟ لسه في منظر اجمل واجمل، منظر اجمل واجمل، بس مش حيبين. ما بعرف اذا راح يبين. مش حيبين الا لازم انه اطلع لكم على السطح. منظر بجنن. وانا حاليا على الطابق الرابع. تمام، شوف المنظر من الشباك كيف، يعني بتحس حالك. بس حاليا لانه مقطوعات الكهرباء عند الناس، ما في اناره مثل ما انا بدي افرجيكم. شيء رائع، شيء رائع. ان شاء الله راح اصور لكم فيديو كامل وانا على السطح، وشوف المنظر شلون. فيديو كامل. يعني شايفين انتم حاليا انا ركبت برادي، نفس البرادي بالبيت، نقلتهم على البيت الجديد. هذا حرف ابني قاسم، قاف بالانجلش. اوكي، طبعا المروحه ما في داعي لها لانه ما شاء الله يا جماعه الهواء اللي عم يدخل. نرجع نفرجيكم المنظر من هين. شوف المنظر. لا طبعا نحن حاليا في بنايات مخطط لي بس اطلع على السطح فوق. منظر بجنن. المهم القايه من هذا الفيديو هي تحفيز لي. سمعانين صوت ابني قاسم؟ كثير ناس راح تقول لي حمودي صار عندك ولد؟ الحمد لله رب العالمين، الله ارزقني بامير وليس ولد. قريبا ان شاء الله راح تشوفوني، يعني بعده صغير. فلذلك انا رجعت على اليوتيوب ومصر اني استمر باليوتيوب. مصر اني انزل لكم لو فيديو واحد يوميا، لو انه احكي لكم السلام عليكم وسكر الفيديو. بدي ارجع التفاعل على قناتي اليوتيوب، على التيك توك، على الانستغرام. بدي ارجع اثبت وجودي، لانه قريبا ان شاء الله راح يستلم مكاني اليوتيوبر قاسم ابن ابو قاسم. يعني ابو قاسم راح يصير يوتيوبر ثاني بدل ابو القاسم اللي هو اسمه قاسم، وراح يستلم قناتي ان شاء الله. طبعا انا راح اصوره وراح تشوفون محتوى كثير حلو ان شاء الله. راح تقول لي حمودي يعني انت تزوجت ليجيك ولدكم ما تنزلوا على اليوتيوب او كذا؟ لا 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 لا، اني من انا تقريبا عمري 16 سنه احب اني اكون مو بس يوتيوبر، احب اني اكون مؤثر. سواء اني مثلا اضحك، سواء اني اعطي فكره حلوه، معلومه حلوه. احب انه ما يكون رايي بس لي والناس معينه. احب افرض، انتبهوا مش افرض، يعني احب افرض فكرتي على الناس او اطرحها على الناس كلها. احب افرض مثل ما يقولوا ضحكتي على الناس كلها. هكذا من انا وعمري 17 الحمد لله صرت يوتيوبر. واللي حققته على فكره كثير ناس لحد الان ما حققوا. رغم اني لا طلعت معي زوجتي، رغم اني ما طلعت معي بنت، رغم اني ما عملت دراما لحالي وبكاميرا التليفون مثل ما حاليا عم اصور لكم، وصلت لارقام جدا حلوه. وصلت ما يقارب 2 مليون على اليوتيوب. في عندي فيديوهات كليب من كلماتي والحاني وتوزيعي وتاليفي تخطط ال6 مليون مشاهده. ترند لحد الان على التيك توك، خاصه اغنيه مجنونه مجنونه. يعني انا عامل انجاز بصراحه، لكن انا فاشل. نعم انا فاشل. انا كل ما اقول لحالي لازم ما اقطع على اليوتيوب عم اقطع على اليوتيوب، والشيء اللي عم يجبرني ان اقطع على اليوتيوب الظروف اللي عم امر فيها. شو هي الظروف؟ اول ظرف مثل ما فرجيتكم، بعد ما ننقل على بيت جديد اقسم بالله هلكت. يعني شايفين الساعه فوق، مبين الساعه، ودهنت ورتبت، وشايفين انتم كيف الستايل الجديد. يعني حمود ابو القاسم متغير. لكن اوعدكم وعد، وهالمره عن جد وعد من قلبي. وعد بما انه الحمد لله رب العالمين يسر لي حياتي، واجا قاسم نور حياتي، وصرت ابو قاسم
اسم على مسمى، مو بس ابو القاسم لقب، ابو القاسم موجود قاسم ان شاء الله. الله يحفظه يا رب. سمعين الصوت؟ هذا صوت دراجه ناريه تمرق بالسنه مره، مزعجه. فاللي مصبرني بهذا البيت واللي محببني بهذا البيت الاطلاله اللي ان شاء الله غدا طالع بفرجيكم اياها من على السطح. حاليا تبين على فكره، اذا افرجيكم حاليا بدي اطلع على الشباك عشانكم بس لافرجيكم الاطلاله مزبوط. بس يا اخي حتى اذا طلعت مش حتبين مثل ما شوف شايفين يعني في شوي اوكي. المشكله البنايه هي سد المنظر، تحس حالك على جبل قاسيون، تحس حالك بالشام، تحس حالك بمكان جدا راقي. المهم ما عليكم بالسالفه، انا انسان حاولت وما زلت احاول ان استمر في محتواي، وانا اطلب من ال1000 مشاهد اللي راح يشوفني ولا ال500 ولا 100 انهم يشجعوني بالتعليقات. حمودي لا تقطع، حمودي محتواك بايخ، نوعه جددوا. بالعكس انا من النوع اللي بيحب الانتقادات، بيحب الناس اللي تعطيني فكره، اللي تقول اللي ما جاي مني. باختصار حمود انت ليش منزل هذا الفيديو؟ حاول نزل احسن، بس هاي الفتره سامحوني راح انزل لكم فيديوهات شخابيط شخابيط بكل معنى الكلمه. طبعا انا تعبان حاليا، جاي من النادي وعم اهتم بصحتي شوي شوي لانه تعبت، مو جسديا، صحتي النفسيه وصحتي الجسديه وصحتي الداخليه بكل معنى الكلمه. عندي كليتي الحمد لله رب العالمين على النعمه، لكن فيها رمل وبحص، يعني هي كله بيأثر. ليش ما فيك تطلع تنزل تروح؟ اوكي في دائما شيء عم يعيق طريقك، والحمد لله رب العالمين طالما الامور بخير، طالما الصحه بخير، طالما لسه في عقل، في ايدين، في رجلين، فيك تمشي، فيك تروح، فانت قادر انك تصنع وقادر انك تفعل. فباذن واحد احد وباذن الله راح ترون محتوى جميل جدا، راح تشوفون محتوى ارجع. يعني اذا ما قدمت محتوى جميل راح ارجع لمحتواي، تقييم اصوات، تقييم مواهب، شيء مرتب، استوديو مرتب.